عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم مش نحكيو على كتاب موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب الطيب صالح، وهو أديب وصحفي سوداني. الرواية نشرت أول مرة عام 1966 باش تعرفوا معناها الإطار الزماني بتاع الرواية. مصطفى سعيد هو بطل الرواية، طالب سوداني مشى يقرأ في الخارج، ما يعرف شيء على ثقافة الغرب. بعد ما تخرج وتحصل على وظيفة في جامعة بريطانية، وبشوية وشوية ولا كيفه بريطاني في سلوكه، وتزوج من جين موريس اللي كانت رافضة كل ما يقول أي حاجة يقولها لها زوجها، يعني ما تحبش يفرض عليها حد شيء. بعد سنوات من الهجرة يرجع لبلاده اللي هي قرية، غادي كي يتعرف على شخص اللي هو راوي القصة، ويلقى روحه أنه الشخص هذايا عاش نفس قصته هو، يعني نفس قصة مصطفى سعيد. من هنا نفهموا أن الرواية تتناول في مضمونها مسألة العلاقة بين الشرق والغرب، وكيفاش الإنسان يعيش الغربة، وكيفاش الإنسان الشرقي يشوف العالم الغربي. يقول الكاتب في رواية: يا للسخرية، الإنسان لمجرد أنه خلق عند خط الاستواء بعض المجانين يعتبرونه عبدا، وبعضهم بعض المجانين يعتبرونه عبدا وبعضهم يعتبره إلها. أين الاعتدال؟ أين الاستواء؟ ويقول أيضا: نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، ولكني حين أعانق جدي أحس بالغناء. الوصف اللي موجود في الرواية والحالة اللي يعيشها مصطفى سعيد، كيفاش أنه الصراع هذايا وقت اللي روح القرية متاعه هو صراع ولحظات سعيدة، راهم الزوز. كيما احنا واحد كيف يجي من الخارج ويبدأ يحس بقيمة البلاد وقيمة العائلة وقيمة وريحة البلاد. الرواية هذه تقريبا كأنك أنا علاش عطيتكم الإطار الزماني، هي عام 1966، لكن كي تقراها بحكم أنه موجة الهجرة هذه اللي موجودة خاصة لوليداتنا من تونس يهاجروا لبرا، تخش عليها تحكي على واحد توا. ننصحكم بالقراءة أول شيء، لأنه ديما نقعد نقول أحسن رفيق في الدنيا هذه هو الكتاب. وإن شاء الله نهاركم زين.